امم. تحفة. طعمه ولا غلطة، مظبوط جدا. طعم التمر مظبوط فيه جدا، والكركديه كمان، ومزازة التمر كده مع الكركديه مدياله طعم خطير خطير خطير. لازم تجربوه. كفاية عشان السكر، انا مبشربش سكريات كتير يا جماعة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه معايا 4 لتر من الميه، هنزل عليهم كوبايتين من الكركديه، غسلاهم كويس قوي، منضفوهم من التراب وشايله منهم اي شوائب. يفضل طبعا لما تيجي تجيب الكركديه تجيب الكركديه الاسواني اللي هو الكركديه الورده زي ما انتم شايفين كده. ومعايا هنا لفه من تمر هندي. بصوا بقى انا هقسمها نصين زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هقسم النص ده لربعين، هاخد منهم ربع بس، واقلبهم كويس قوي كده مع بعض، واشغل بقى عليهم النار، واسيبهم بقى يغلوا مع بعض لمدة ربع ساعة. هنا بقى بعد ربع ساعة هبدأ اشيل منهم اي شوائب زي ما انتوا شايفين كده، بيطلع ريم خفيف كده على الوش كده، تبدأي تشيليه علشان الكركديه يكون رايق كده ويبقى لونه حلو جدا، وكمان يبقى طعمه حلو. لو تلاحظوا في المرحلة دي ان لونه بقى حلو جدا. معايا هنا بقى 3 كوبايات ونص من السكر. السكر طبعا اختياري وعلى حسب الذوق، بس 3 كوبايات ونص كان مظبوط جدا جدا. على فكرة عايزة تقللي عايزة تزودي براحتك خالص. هقلبهم كويس كده مع بعض، وبعد ما احط السكر هسيبه بالظبط ربع ساعة يغلوا كده مع بعض. في الوقت ده بتاخدي احلى طعم للكركديه لما السكر يغلي كده مع الكركديه. هنا كده خلاص بقى اخدت الطعم المظبوط واخدت كمان اللون المظبوط. هقفل بقى عليه النار وهغطي عليه واسيبه لتاني يوم. انا عايزاه يفضل لتاني يوم زي ما هو كده بالظبط. هنا بقى كان تاني يوم، بصوا بقى اللون بقى مركز معانا ازاي، وبقى فظيع فظيع فظيع. عايزه اقول لكم كمان ان ريحته حلوه جدا 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 على فكره. تعالوا بقى اقول لكم الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. هجيب بقى مصفى كبيره وابدا اصفي كده الكركديه بتاعي. اللي هينزل ده طبعا انا مش هرميه، انا هاخده بقى يا جماعه، وبعد كده احط عليه كمان نص لتر من الميه واغليه وازود له سكر، وارجع ازوده بقى على الكركديه بتاعنا. عايزه اقول لكم ان انا بشيله طبعا في اكياس وبحطه في الفريزر، وقبل طبعا الاستخدام بحوالي ساعتين بطلعه يفك، بيفضل معايا لفتره طويله جدا جدا في الفريزر، ما بيجرالوش طبعا اي حاجه. انا بقول لك كده طبعا علشان لو انت عايزه تعملي كميه دلوقتي وتشيلها في الفريزر، لو انت ما بيبقاش عندك وقت قبل الفطار انك تعملي العصاير بتاعتك. ابهري بقى ضيوفك بطعم الكركديه الخطير ده، وانا واثقه ومتاكده ان هو هيعجبهم. وحطي بقى شويه تلج كده في الكوبايات بقى، واشربي احلى واجمل عصير كركديه. هستناكم بقى تجربوه بطريقتي، وانا واثقه ومتاكده ان هو يعجبكم. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. يلا سلام. بس صحيح ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي كومنت حلو، وتقولي لي رايك ايه في فيديو النهارده. يلا واستنيني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. سلام.